المشهد اللي مش هتلاقي مصري من ال100 مليون مصري مش فاكره أو ناسيه، والجملة الشهيرة بتاعت مدحت شلبي: اقفل اقفل حضري حضري حرام 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 حرام. مش هبقى ببالغ لو قلت لك ان دول اصعب 5 دقايق مروا على المصريين في كرة القدم، واللي كانوا في مباراة مصر والكونغو اللي كانت مصر مطالبة فيها عشان تتأهل لكأس العالم انها تكسب، ولكن الكونغو بتقدر انها تتعادل في اخر الدقايق لحد ما الماتش يمشي للدقيقة حاجة و90 من كرة ميتة في الجو بيطير عليها طارق حامد بتوصل لاحمد حجازي بشكل غريب بيحط وش رجله، ومرة واحدة تريزيجيه ضربة جزاء. في لحظة الملعب يتهز و100 مليون مصري بيحتفلوا جوه وبره الملعب احتفال تأهلهم لكأس العالم بعد غياب دام اكتر من 30 سنة. في وسط الزحمة والاحتفالات ديت هتلاقي واحد واقف بعيد لوحده مش بيدي اي رياكشن، وهو محمد صلاح. وده عشان محمد صلاح بعد ثواني هيشيل حلم 100 مليون على كتفه، لسه هيخش يشوط ضربة الجزاء اللي ال100 مليون احتفلوا خلاص ان احنا وصلنا كأس العالم. فانت قادر تتخيل محمد صلاح لو ضيع ضربة الجزاء دي ايه اللي ممكن يحصل فيه؟ كام واحد هينام في الليلة دي معيط؟ متخيل الراجل ده في اللحظة دي كان حاسس بايه عشان يجري بعزم ما فيه مرة واحدة احنا في كأس العالم، مصر في كأس العالم بعد غياب اكتر من 30 سنة. وما تعرفش قد ايه اللحظة دي كانت عظيمة، احنا رحنا كأس العالم طول تاريخنا مرتين بس ودي كانت التالتة. انت متخيل ان انا والناس اللي كانت عايشة وقتها شفنا مصر في كأس العالم؟